وما بدلوا تبديلا. وصدق الله تعالى إذ يقول إنما يتقبل الله من المتقين. أيها المسلمون والمسلمات، وينبغي على كل مسلم ومسلمة أن ينظر في حاله فيما ينتظره من حساب وعقاب وجنة ونار، فنسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فلنستمع أيها الإخوة إلى ما قاله أحد علماء السلف وما أدراك مع علماء السلف. قال بعض السلف عن أناس يعبدون الله في رمضان، لكن بعد رمضان ينقطعون عن عبادة الله، فإذا انسلخ رمضان تركوا الصلاة وتركوا قراءة القرآن وتركوا الذكر وتركوا الاستغفار، فهم لا يعرفون الله إلا في رمضان. أيها الإخوة والأخوات، يا من عرفتم الخير في رمضان، كيف تزهدون فيه اليوم؟ كيف تتركونه اليوم؟ أنسيتم عباد الله؟ أن رب الشهور كلها واحد، وهو على كل شيء قدير. يا من قرأتم القرآن في رمضان، كيف تركتموه اليوم؟ كيف تتركونه اليوم بعد رمضان؟ أيها الإخوة والأخوات، أين آثار الصيام التي تركها في نفوسنا؟ أين الدروس والعبر التي سمعناها والتي قرأناها خلال شهر رمضان المبارك؟ نعم، علينا جميعا الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله تعالى أن يجعل وإياكم في هذا اليوم الفائزين. أيها المسلمون، وعمل الإنسان مطلوب حتى الممات. قال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. فنجتهد كل اجتهاد ونحرص على الصلاة التي صليناها في شهر رمضان، فنحافظ عليها جميعا. قال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين، والعياذ بالله. لا ننسى أيها الإخوة زيارة أهل الرحيم. زيارة الرحيم معلقة من العرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم. أيها المسلمون، لا تنسوا قول الله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله. واتقوا الله عباد الله وانتظروا ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. واتقوا الله ما استطعتم وخافوا من عذابه الأكبر إن عذاب ربك لواقع. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله جميعا على البشير النذير والسراج المنير سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وارض اللهم عن جميع الصحابة، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم باقي الصحابة كل باسمه
ولقبه وعمره كلهم بدون استثناء. ارض اللهم عن جميع الصحابة، ارض اللهم عن جميع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ارض عنا يا رب، ارض عنا في هذا اليوم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا إليك يا رب ورجعنا إليك وندمنا على ما فعلنا. اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا في هذا اليوم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا في هذا اليوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذريتنا وجميع المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا لما فيه الخير. اللهم اغفر ولاة أمورنا لما فيه الخير، وولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه صلاح البلاد والعباد.